أنا كنت متأكد إن الطب مش هيجيب همّه. أنا ما باحبش أقول الجملة دي، بس هي حقيقية. يعني نادر جدًا لمّا تلاقي دكتور متخرّج وبيجيب دخل كويس جدًا من الطب لوحده، نادر جدًا. أنا باشوف إن الطب والمجالات دي الشاب فينا هيكتفي بيها، بيكتفي بالطب بس أو بالعلاج الطبيعي أو بالصيدلة أو بالأسنان لو هو مكفول، فاهمين؟ لو بابي بيصرف فاهمين؟ لكن لو أنت هتُقف بطولك وتبني حياتك على الطب بس وقُلت لي ده ممكن، تبقى أنت شخص مُدلِّس. أصل إزاي ب3000 جنيه هتقدر تبني حياتك؟ فاهمين؟ حتى لو أنت اشتغلت مليون شغلانة، المرتبات في الأرض. ففعلًا هو مش بيجيب هَمّه. ويا سلام بقى لو كنت خاص، صارف لك مثلًا مليون جنيه والّا حاجة في التعليم بتاعك، وتطلع يقول لك 3000 جنيه. وما تسألنيش المشكلة فين، أو ليه المرتبات قليلة، أنا ما أعرفش والله ما أعرف، فاهمين؟ ولكن أنا بأسند جزء على أصحاب الأعمال أو أصحاب الأماكن، إن كانت مراكز أو كده، إن هم بيقللوا المرتبات. وفي بعضهم أصلًا يجيبوا الشخص ويشغلوه شيفتات، يشغل شيفت ويقول له أنا بادرّبك، ما يدّيلوش فلوس، برغم إن هو شايل له العيادة، ما يدّيلوش فلوس. ولو ادّى له تلاقيه بيدّي له أرقام رمزية، برغم إن هو شايل العيادة. أيوه، في طلبة علاج طبيعي بيشيلوا عيادات بعد التخرُّج، بيبقوا شطّار جدًا، فاهمين؟ فبيشيلوا عيادات، وتلاقي إن هُم بيتّاكل عليهم فلوس وبياخدوا أُلُفاء، يعني 2000، 3، مع إنه شغّال شغل يُجزى عليه بال20.000، فاهمين؟ بس هنعمل إيه؟ فهو فعلًا ما بيجيبش هَمّه، ما بيجيبش هَمّه. طَب هنعمل إيه؟ ما أعرفش، ما أعرفش. أنا بصراحة أنا كعبد الرحمن، أنا شغّال علاج طبيعي part time، فاهمين؟ أنا نطّيت من من المركب زي ما بيقولوا. بس أنا باحب المجال، فاستمريت فيه، باشتغل فيه، وباحاول إن أنا أطوّر نفسي فيه، بس مش عامله شغلي الأساسي، عشان أنا عارف ومتأكد من وأنا في الكلية إن أنا لو عملته شغلي الأساسي مش هاعرف أعيش. بس.